ألا تبكي من الضحك. مواقف مضحكة جدا ستراها لأول مرة في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. هناك بعض المواقف التي تستفزك في عالم كرة القدم، وهناك أيضا بعض المواقف التي تجعلك تضحك من قلبك، ولذا في هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا ببعض المواقف المضحكة جدا والتي ستراها لأول مرة في عالم كرة القدم. لنبدأ. ليس في كل ملاعب كرة القدم ستشاهد قطارا يمر من أمامك وينفث البخار كهذا القطار الذي مر في هذه المباراة وأخذ ينفث بخاره داخل الملعب كما تشاهدون. حسنا، يبدو أن هذا القطار يشجع فريقا ما داخل أرضية الملعب. يتقدم هذا اللاعب لتنفيذ الركنية، لكن يبدو أن المشرفين والحراس يمرون أمامه بشكل متتالي، وهذا ما جعله لا يستطيع لاعب الركنية بسرعة كما ترون بهذا الشكل. تتقدم هذه اللاعبة لتنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة، لكن يمكنكم أن تشاهدوا لاعبات الخصم أو الذين يقفون على حائط الصد كيف ينزلون ويصعدون بهذه الطريقة، وفي النهاية تم تسديد هذه الكرة خارج الملعب. تصل الكرة بهذه الطريقة لحارس المرمى، فتابعوا كيف حاول تمريرها إلى زميله، لكن الكرة خرجت بهذا الخطأ الغبي إلى خارج الملعب. الحكم هنا يشير للتبديلات، فتابعوا ردة فعل ميكل ارتيتا وكيف يقلد الحكم بهذه الطريقة. خرجت لاعبة أرسنال هنا بسرعة لتلتقط الكرة، لكنها علقت فوق حائط الصد. لنشاهد ونستمتع معا بهذا المقطع الكوميدي من لاعبي تشيلسي مع بعضهم البعض. تمريرة تصل من هذا اللاعب إلى زميله، لكن تابعوا كيف وصلت إلى روديغير الذي يمشي بهذه الطريقة المستفزة. حسنا، ردة فعل لوكاكو على هذه الكرة تبدو واضحة. دون سابق إنذار نزل هذا المظلي إلى أرضية الملعب، لكن الحكم هنا أوقف المباراة بسببه. يوقف هذا المشرف لاعب مانشستر يونايتد من الدخول، لكن اللاعب ظن أن المشرف سيعطيه هذه الورقة التي بيده. تقدم هذا اللاعب بهذه الكرة وسجل هدفا رائعا، ثم ذهب ليحتفل بهذه الطريقة الظريفة للغاية. حارس المرمى هنا حاول رمي الكرة، لكنه تراجع عن قراره لتفلت الكرة بهذا اللاعب الذي أمسكه الحارس وأسقطه أرضا بهذا الشكل. هذه اللقطة لا تتكرر كثيرا. بينما هؤلاء اللاعبون غاضبون من الحكم، تابعوا نظراته إليهم كيف تبدو. أشعر أنه سيبتلع واحدا منهم. يجري الحكم هنا بالبطاقة الصفراء ليقوم بالفك بين هذين اللاعبين، لكن تابعوا كيف انزلق الحكم وسقط أرضا، وبعد ذلك وقف لإعطاء البطاقة الصفراء لهذا اللاعب. دخل هذا الكلب لأرضية الملعب ليستمتع بكرة القدم وهو ما كان، حيث ذهب إلى الكرة وأخذ يعضها بهذا الشكل ليلعب ويتسلى، إلى أن قام في النهاية أحد اللاعبين بحمله لإخراجه من الملعب. أثناء تنفيذ ركلة الجزاء تابعوا هذا الحارس كيف رفع العارضة قليلا، ولكن يبدو أن الحكم أوقف المباراة حتى يتم تعديل العارضة مجددا بهذا الشكل. حاول لاعب تشيلسي إسقاط اللاعب جليريش، ثم صعد على ظهره بهذه الطريقة كما ترون. ترجع هنا الكرة إلى الحارس ديفيد دخيا، ولكن بدلا من تمريرها إلى ماغواير على الجهة الأخرى قرر أن يقوم بإخراجها إلى التماس. حسنا، يبدو أنه لديه كامل الحق بفعل ذلك. في هذا الملعب المليء بالمياه تابعوا كيف سقط هذا اللاعب ليغوص بهذه الكمية الكبيرة من الوحل. هذا الطائر نزل إلى أرضية الملعب وعلى العشب تماما، ويبدو أنه ببغاء جميل، فشاهدوا كيف لم يتحرك رغم وجود الكثير من اللاعبين، إلى أن قام أحد المشرفين في النهاية بتغطيته بهذا الثوب حتى يمسكه،
لكن الببغاء فهم الأمر في النهاية وخرج يرفرف من الملعب. لنشاهد هذه المراوغة الاستثنائية التي أسقطت فيرجيل فان دايك بهذا الشكل المضحك. خطأ فادح من هذا المدافع إذ استغله لاعب الخصم كما ترون، ومرر الكرة لنفسه وتقدم بهذا الانفراد. وهنا حاول مراوغة حارس المرمى، ولكن مد الكرة أكثر من اللازم ليقوم بهذه الطريقة بمحاولة اللحاق عليها، لكنه يفشل بالأمر. تمريرة رائعة من لاعب مانشستر سيتي إلى زميله ليقوم الأخير بلمسة رائعة ويودع الكرة في الشباك، لكن ركزوا على هذا المشجع هنا وكيف يحتفل بهذا الشكل، ويبدو أن المشجع الذي بجانبه لم يعجبه الأمر فقام بإبعاد يده بهذه الطريقة. لقد أفسد فرحة الاحتفال عليه. تقدم هذا اللاعب لتنفيذ ركلة الجزاء على طريقة بانينكا، لكنها كانت قوية أكثر من اللازم لتخرج بهذا الشكل من الملعب. تقدم هذا اللاعب بالكرة، وبينما يجري ارتطمت أقدامه من الخلف بزميله ليتعرقل ويسقط بهذا الشكل. دعونا نتابع هذا الحارس الذي كان مستعجلا بتسديد الكرة ليقوم بكل قوته بمحاولة تسديدها لترتطم بهذا اللاعب، ثم تدخل الكرة بنيران صديقة داخل الشباك. أتى ياري مينا هنا ليقبل هذا اللاعب، لكن الأخير لم يهتم وأكمل مقابلته. أتى هذا اللاعب من خلف برناردو سيلفا ليمازحه بينما يقوم بهذا اللقاء الصحفي. لنتابع جليريش وحركاته الصبيانية وكيف قام بسكب الماء على عنق برناردو سيلفا ممازحا إياه. حاول هذا اللاعب افتكاك الكرة من قدم لاعب الخصم، لكنه يبدو أنه افتك قدم الخصم منه. تابعوا كيف ترابطت أقدامهم برباط الأحذية الخاص بهم. تقدم هذا اللاعب من بين مجموعة من المدافعين، وما إن وصل ليسدد الكرة حتى سدد الهواء بهذا الشكل كما تشاهدون أمامكم. مع بداية هذه المباراة التي كان ايرلينغ هالاند طرفا بها صفر الحكم، لكن يبدو أن هناك دقيقة صمت، ويبدو أن الحكم شعر بالإحراج الشديد كما ترون أمامكم. ولكن كما ترون أمامكم تابعوا ايرلينغ هالاند وجاك جليريش كيف كانوا يضحكون عليه في بداية المباراة. هذا اللاعب داس على قدم لاعب تشيلسي وفك حذاءه، ولكن الحكم لم يحتسب له أي شيء. فتابعوا هنا كيف يقول الحكم: انظر كيف مزق الحذاء وأنت لم تحتسب أي خطأ. يبدو أن المدرب سلم ورقة للاعب مانشستر يونايتد ليسلمها إلى زميله، لكن تابعوا ويليان هنا وكيف يقوم باللحاق على هذا اللاعب ليرى ما بداخل هذه الورقة. حاول هنا سانشيز اللحاق على الكرة قبل أن تخرج، لكن يبدو أنه تعب وأكمل طريقه منزلقا. تيمو فيرنر هنا حاول لاعب الركنية، لكن قدمه ارتطمت بعالم الزاوية، ويبدو أنه يتألم بشدة من هذه الضربة. حاول لاعب مان سيتي هنا تنفيذ الركنية، لكنه تعرقل ولمس الكرة بركبته ليسقط بهذا الإحراج. حاول دي بروين الاستعجال بتنفيذ الركنية، لكن قدمه ارتطمت بعالم الزاوية. هذا اللاعب كدي بروين تماما حاول اللحاق على الكرة وتنفيذها بسرعة، لكنه سقط وتعرقل بعالم الزاوية كما ترون. ظن هذا الحارس بسبب الخط الموجود في الأمام أن منطقة الجزاء قريبة منه، وأمسك الكرة بيديه، ولكنه لم ينتبه أنه كان خارج منطقة الجزاء إلا بعد أن تلقى البطاقة الصفراء. لنتابع هذا الحكم الذي كان غاضبا، فأخذ يوزع البطاقات الصفراء على اللاعبين، ولكن يبدو أن هذا اللاعب أتى من بعيد فتلقى بطاقة صفراء دون أي سبب. لوكاكو هنا يحتضن زميله، لكن الأخير كاد يضربه على وجهه، لكن الضربة لم تتم. بينما يلوح هذا الطفل الصغير بالوشاح، ضرب نظارة هذا المشجع المسكين. تقدم هذا اللاعب داخل منطقة الجزاء وحاول المراوغة، لكنه سقط بهذا الشكل المحرج والمضحك. هنا عند انطلاق صافرة البداية تابعوا كيف جثى الجميع على ركبته، لكن رونالدو كاد ينطلق وتذكر في النهاية أنها دقيقة صمت.
لنشاهد هذا الخطأ من لاعب تشيلسي بالتمرير ليسلم الكرة لخصمه بهذا الشكل. لاعب زينت سان بطرسبورغ هنا يقوم بمداعبة هؤلاء الأطفال الصغار، فلنتابع ماذا يفعل مع هذه الفتاة الصغيرة. هذا المدرب وجد أموالا على الأرض، فتابعوا كيف يضحك مع الحكم وكأنه يقوم برشوته. بإمكانكم أن تتابعوا ردود فعلهم. تقدم هذا اللاعب لتنفيذ الركلة الحرة الثابتة، فتابعوا كيف سددها بهذا الشكل إلى خارج الملعب. هذا اللاعب سقط ويبدو أنه كسر علم الزاوية ونسي شيئا عالقا به. تقدم هذا اللاعب لجلب الكرة، لكن شاهدوا هذا المشرف كيف سقط من فوق لوحة الإعلانات. يبدو أن لاعبي أياكس أمستردام اختنقوا من رائحة إبط فيرجيل فان دايك كما تشاهدون. هنا تحدي سكب الماء المثلج على جوزيه مورينيو، فشاهدوا ردة فعله كيف كانت. هنا اللاعب مودريك والذي سقط بهذه الكرة كما ترون، وفي المرة الثانية قام بهذه الطريقة بمحاولة الوصول إلى الكرة، لكنه سقط بهذا الشكل على الأرض. وهنا في المرة الثالثة تمريرة أمام الشباك لم يستطيعوا وضعها في المرمى، فتابعوا ردة فعل مالك النادي على هذه الصفقات التي دفع بها الملايين لتلعب بهذا الشكل الغبي. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع